اولا احنا محتوانا محتوى عائلي، ما قدمنا اي اساءه او اي اسفاف للمجتمع، طلعنا الوالد بصوره حلوه، طلعنا الوالده بصوره حلوه، طلعنا التكاتف الاسري والاخوه والاحترام. هذا يعني محتوى بحد ذاته، واحنا بكل الوطن العربي، بالسعوديه عندي اقامه انا واخواني، بدبي، بالكويت. لو ما عندنا محتوى ما خارج العراق كلش مقدرين. وثانيا احنا ابتلينا لين الترند، يعني اعلى هاشتاج في الوطن العربي على هاشتاج. اعلى هاشتاج في الوطن العربي سنه 2022، انطونا اقامه على اساسه بدبي بالامارات، فاكيد نواجه نقد. يعني غيره. نوعا ما غيره، نوعا ما انه ما شاء الله انه احنا هسه اللي ينشر صورته ينتقدونه، البنين تنشر سياره قالوا بشرفها يطعنونها. احنا مجتمع صاير متنمر لدرجه، فهذا الشيء لازم نعالجه. يعني انت تشوف اكو شيء بمحتواي سلبي على مود، انت تنتقدني، الحمد لله وشكرا انا خريج بكالوريوس، انا دارس بمصر فن، انا مستقبلا بالاشهر القادمه داخل الدراما، انا مقدم برنامج، انا عندي محتوى كلش حلو، انا كنت بتركيا موديل. بس قلت لك انه سيف نبيل فتره من الفترات صار ترند واجه انتقاد. نزار الفارس عنده برنامج واجه انتقاد. كاظم الساهر ما سالم من الانتقاد. اياد راضي دراما فنيه ما